ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بمتابعينا على قناة هاني زيتون، ومع السلسلة الجديدة من اختبارات التمييز السمعي للمقامات المستوى الثاني. هنبدأ معاكم في الفيديو ده المستوى الثاني. في المستوى الأول كنا بنقرأ بمقام واحد، في المستوى الثاني هنقرأ بمقامين. وعشان كده أنا عايزك تحضر معاك ورقة وقلم، بحيث إيه؟ إنك هتسمع معايا الترتيل وتحدد بذهنك كده اسم المقام الأول وتيجي كاتبه، وبعد ما انتقل المقام الثاني وتشوف وتميزه اكتب اسمه. وبعد ما هخلص هسألك ما اسم المقامين، فانت تحدد الاول كذا الثاني كذا، وتعرف الاجابة بتاعته ان شاء الله في الفيديو التالي. نبدأ مع بعض. اول سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. ما اسم المقامين؟ المقام الأول إيه والمقام الثاني إيه؟ الاختبارات دي الفايدة منها إن أذنك تبدأ تلاحظ التغير من مقام إلى مقام. انتظر الإجابة إن شاء الله في الفيديو التالي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.